أنا التقيت ببعض الطلبة في الولايات المتحدة، أجمل ما فيهم عاجبهم المجتمع الأمريكي إنه ما يسألك عن دينك ولا أفكارك الخاصة ولا شيء، يسألك عن أفكار عامة، يحترم خصوصيتك. طيب أنت لما تروح أمريكا تستانس، لما تيجي الكويت تنقلب 180 درجة. طيب اللي تعلمته في أمريكا ما تيجي تعكسها في الكويت؟ ليش؟ شوف، أعجبتني مقولة الإمام الصادق عليه السلام: 3 لا ينبغي لأحد أن يسأل عنهما: ذهبك وذهابك ومذهبك. تدري شنو؟ ما سألك عن أمورك الخاصة بالمال، سيارتك بكم شريتها، بيتك كم شريته، ما يصير. ذهبك، ذهابك، الو الساعة 5 وين راح تكون؟ ما يصير تسألني عندك شيء تبيني بشيء قول لي وين رايح وين راد، ما يصير. مذهبك يعني دينك. في الولايات المتحدة الأمريكية أنت لما تهاجر أول شيء يعلمونك إياه وأنت هناك كطالب، طالب للهجرة، يقول لك 3 لا تسأل عنهم في الولايات المتحدة، مو زين. لا تسأل عن المال، لا تسأل عن الدين، لا تسأل وين رايح وين راد، هذه حرية شخصية. الولايات المتحدة تطبق تعاليم الإمام الصادق زعيم أهل البيت، بينما للأسف هنا نتدخل في كل شيء. أوكي. هل عانيت مرة أنت من الدفاع عن مذهبك؟ عانيت؟ ما تبي تجاوب. تدري ليش؟ لأن أنت من صغرك من ولادتك وأنت تتعرض للضغوط. إيش حق أنتوا كذي وإيش حق أنتوا كذي؟ ليش؟ باب السؤال. لأن وزارة التربية سقطت سقطت في تربية أبنائنا. أحلى شيء كان اسمي أنا فيصل سعود بأولى ابتدائي، واللي يمي اسمه أحمد جاسم. ما عرفت إنه ولد الصفار إلا بعدين لما كبرت، وهو ما عرف إن أنا ولد دويسان إلا لما كبرنا. يا أخي شيلوا الأسامي الأخيرة، شيلوا أسامي العائلات والقبائل، خلونا. لا ما نتبري، لكن في المدارس ما نبي حد يعرف هذا شنو مذهبه ولا هذا شنو أصله ولا شنو فصله. أوكي. كلنا ننتمي للكويت. أنت في فترات سابقة وخاصة كنت تتبنى دائما اقتراح حقوق الإنسان، واعتقد ذهبت إلى جنيف وحاولت تطبق مركز لحقوق الإنسان، وهذا شيء يعني كان البعض يرى أن نعم احنا بحاجة إلى تطبيق هذا المفهوم ويرتقي بالمجتمع. يعني صارت في الفترة الأخيرة اللي هي قضية الدكتور وليد طبطبائي. على فكرة أنا شايف على الشاشة كاتبين الولايات المتحدة وتطبق تعاليم الإمام الصادق، بس حتى لا يسخر أحد، يعني أنتم كتبتوها تطبق تعاليم الإمام الصادق في مسألة الخصوصية، في مسألة الخصوصية، حتى لا يسخر الساخرون، حتى لا يسخر الساخرون، وما أكثرهم. أوكي. لأن الفاضي دائما هو يسخر، المليان عمره ما يسخر. لما صارت